السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم وصفة من وصفات آخر الشهر الموفرة. إن شاء الله هنعمل أكل النهاردة إن شاء الله كتير وأكل مشبع وبيدفي وفي نفس الوقت بتكلفة بسيطة إن شاء الله. الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه، بس خليني قبل ما أبدأ الفيديو الأول حابة إن أنا أرحب بيكم وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة أول رجب. ربنا يا رب يبلغنا رمضان على خير بإذن الله وحضراتكم بألف خير. احنا خلاص في نهاية الشهر، فخلاص هنبدأ بقى ان احنا الميزانية تخرم مننا ونكون في العد التنازلي لمصروف البيت. فهنبدأ بقى ان احنا نعمل وصفات، يعني يوم كده ويوم كده، يوم من غير لحوم ويوم باللحوم. طب انا لو انا عايزة اقضي يوم من ايام اخر الشهر من غير لحوم وعايزة اعمل اكل كتير لأسرة، مثلا 4 أو 5 أفراد، بس تكون مشبعة وفي نفس الوقت تكون بتدفي. طبعا كلنا بنحب البيتزا، مفيش حد ما بيحبش البيتزا. فبدل ما نشتريها من بره او نبقى عايزين ناكلها وحاسين ان هي تكلفتها كبيره، فاحنا هنعملها بطريقه على قد الايد جدا وفي نفس الوقت هتكون في البيت انضف واحسن بكتير. انا جبت هنا كيلو ونص من الدقيق. كيلو الدقيق ب 18 جنيه، لو انت جبتيه سايب من عند اي عطار ب 18 جنيه. دي الشركات من اول 21 لحد تلاتينات. فاحنا هنجيب دقيق من عند العطار، الكيلو ب 18 جنيه، هتجيبي مثلا حوالي كيلو ونص. وهنعمل بيتزا بالتونه، علبه التونه بحوالي 42 جنيه. انا عملت كيلو ونص، لان انا هعمل عدد بيتزات، هعمل 5 وحدات، لان انا عايز اعمل كميه. فالكيلو ونص ده ان شاء الله هيعمل لي كميه كويسه، حضراتكم هتشوفوا معايا في الفيديو. لكن لو انتي اسره صغيره او عايزه تعملي على القد، فممكن تعملي بواحده بس، بعلبه تونه واحده بس ب 42 جنيه. وهتعملي كمان حوالي كيلو من الدقيق، وممكن كمان كيلو الا ربع من الدقيق عشان ما يبقاش منك اي عجين. اعملي كيلو الا ربع من الدقيق، لان انتي هتعمليه هتعجنيه هتسيبيه يخمر، هيرمي معاكي كميه كويسه. انا جبت هنا حوالي كيلو ونص من الدقيق، ضفت عليه معلقه كبيره مليانه من الخميره الفوريه. او كمان يعني لو انت هتعملي كيلو الا ربع، يعني نص الكميه، حطي معلقه كبيره بس ممسوحه من الخميره الفوريه، عليها معلقه سكر كبيره مليانه عشان تشغل بس الخميره. وهحط كمان معلقتين او 3 كبار من الزيت، مش كتير خالص. وبعدين هبدا ان انا اعجن الكلام ده كله بالميه بس كده، مش هضيف اي اضافات تاني خالص، لا هحط لبن بودر ولا هكلف نفسي ولا هجيب زبادي. هي هتطلع معايا طريه وحلوه جدا وهشه، ودلوقتي تشوفوا معايا العجينه هتطلع قد ايه في منتهى الجمال. فانا مش محتاجه ان انا اكلف، لا انا جبت الدقيق اللي فاخر. على فكره في مطاعم بره بتعمل البيتزا بتحط كمان في الدقيق رده، فلما تاكليها تحسي ان انت بتاكلي عيش، مش بتاكلي بيتزا خالص. لا انا مش هعملها كده خالص، انا هعملها كلها على بعضها بالدقيق الفاخر، فهتطلع حلوه جدا معايا. وانا بحس ان الوصفات بتاعت البيتزا من الوصفات السهله قوي، اللي هي مش مستاهله ان احنا خالص نجيبها من بره. انا هنا بقى بعد ما حطيت كل الكلام في البوله، انا حسيت ان البوله بصراحه ضيقه على الكيلو ونص، لان زي ما قلت لكم انا مضاعفه الكميه. فرحت جبت الدقيق كله، فرغته قدامي على المفرش السيليكون وبدات ان انا اعجنه. هو دوخني بصراحه شويه، بس في الاخر خالص اتلمت الحمد لله العجينه معايا بميه بس زي ما قلت لكم. ما حطيتش اي حاجه خالص غير الخميره الفوريه والسكر والزيت، بس كام معلقه كده من الزيت. يعني هنقول على الكميه دي انا حطيت ربع كوبايه بس من الزيت، لان طبعا ما تكتريش الزيت، لان انت لو كترتي الزيت العجينه هتبقى ناشفه معاكي. هنا بقى بعد ما خلاص انا لميت العجينه كلها، هبدأ بقى ان انا اسيبها تخمر. بس قبل ما احطها في البولة لازم ادهن البولة زي ما قلت لكم بالزيت كويس جدا. وعشان كمان من سر نجاح البيتزا او عجينة البيتزا معاكي، انك تسيبيها وقت طويل تخمر، خاصة ان احنا دلوقتي الجو برد. فلو انت هتعمليها اعمليها من بدري عشان تديلها وقتها في الخمران، عشان تديكي النتيجة اللي انت عايزاها وتبقى طرية ان شاء الله معاكي. بعد ما حطيت العجينه بقى في البوله سبتها كده لحد عشان تخمر. ضفت لها بس معلقه زيت كده، بس مسحتها في ايدي ومسحت بيها العجينه كده بس من فوق الوش، علشان لما تختمر ما تلزقش معايا في الكيس ولا حاجه. ولبست البوله الكيس. على فكره ان الحركه دي بتخلي العجين يخمر معاكي كويس جدا. حضرت بقى هنا الفلفل الاخضر وحضرت الطماطم وحضرت كمان البصل، ما كانش عندي صلصه. فانا قلت ايه، هضرب كده كام طماطميه كده في الخلاط مع فصين من الثوم. وهبدا ان انا اسبكهم على النار عادي جدا، واحط لهم معلقه من البابريكا. وابدا ان انا اقطع الفلفل والطماطم وكمان البصل وكمان الخضار ده كله كان موجود عندي. وعندي كمان شريحتين من الجبنه الرومي بشرتهم.
و وقطّعت الفلفل زي ما حضراتكم شايفين كده والبصل والطماطم. وكمان الصلصة، لو أنتِ عايزة تجيبي كاتشب، ولو أنتِ مثلًا ما عندكيش مثلًا بابريكا اللي هو الفلفل البقالي، ممكن تجيبي مثلًا كيسين من الكاتشب، واللي هو الكيس ب2 جنيه، وتبدئي إنِّك أنتِ تضيفيها على الصلصة، هيدّيكِ برضه طعم حلو. ودي حركة إضافية عايزة تعمليها، مش عايزة تعمليها بلاش خالص تجيبيه. و وخلاص بس كده عشان اللون بس والطعم يدّيكِ نكهة حلوة كده بس فيه، وأنا ولادي بصراحة بيحبوا طعمه. فبدأت كده إن أنا إيه، أقطّع الخضار كلّه، وحضّرت كمان علبتين التونة اللي أنا هاشتغل بيهم، وأنا كده قطّعت الخضار. طبعًا الخضار اللي أنا مقطّعاه قدّامكم ده بتاع يعني ده كلّه أنا هاحطّه على 5 وحدات من البيتزا. طبعًا لو أنتِ هتعملي كمية 2 مثلًا، لو أسرة مثلًا 4 أفراد وهتعملي 2 كبار، فهتاخدي نُص الكمية دي. خدوا بالكم إن أنا باعمل الكمية، يعني كتّرت شوية علشان الكمية كانت ما شاء الله كانت كتير. هنا بقى خلاص كانت العجينة اختمرت معايا، فجِبت العجينة بتاعتي وبدأت كده إن أنا أقطّعها. بصراحة أنا الأول ما بقيتش عارفة، أنا عايزة أعمل 5 بس مش عارفة أنا أعمل الوحدات حجمها كبير أوي والّا صغير، فبقيت محتارة. فبدأت كده إن أنا أكوّر الكَوَر كده قدّام منّي، وقُلت إيه أنا هابدأ كده إن أنا إيه، أرُص في الصواني. أنا كان عندي صينيتين باشتغل فيهم عادي، وعندي الصينية بتاعة الفرن اللي هي المستطيلة، والصواني المستطيلة اللي هي بتبقى صاج. وأنا بافضّل إن إحنا لمّا نيجي نسوّي العجين في الفرن إن إحنا نسوّيه في حاجة تكون ألمونيوم، الصواني الألمونيوم أكتر. فأنا ما باحبش أعملها بصراحة في الصواني بتاع الكيك اللي هي الجدار بتاعها بيكون عالي، لأ أنا عايزة الصواني اللي هي الواطية بس، اللي هي الإيه، اللي تكون الجدار بتاعها ما يكونش عالي. فقُلت أنا هاعملها في الفرن، في الصاج بتاع الفرن، في صاجة الفرن اللي هي الصاج. بس الصاج عايز اللي ياخد باله منّه أوي وهو في الفرن، لإنه هو يعني ممكن يتلسع بسرعة، فأنا ما باحبش أحطها من تحت أوي، لازم أحطها على الشبكة. لكن الألمونيوم عادي ممكن أحطها من تحت وأنقلها تاني فوق تحت الشواية على طول. بدأت كده بقى جِبت الصواني بتاعتي ودهنتها دهنة خفيفة من الزيت، لازم تدهنيها دهنة خفيفة من الزيت، علشان العجينة لسه هتكمّل خمير تاني في الفرن وهتختمر معاكِ أكتر، فما تلزقش فيها. وبدأت كده إن أنا أفرد زي ما حضراتكم شايفين الكور بتاعتي، بدأت اللي فردته في الصينية بإيدي فردته. ولمّا حسيت إن أنا تعبت بصراحة من الفرد، بدأت كده جِبت النشّابة وبدأت كده إن أنا أفرد بالنشّابة وأحط في الصينية. وهاوري لحضراتكم دلوقتي اللي أنا حطيته وعمل معايا كام واحدة. أنا هنا بقى عمّالة بافرد كل العجين وعشان أخلّصه كلّه، وعمل معايا كل الكمية دي عملت معايا 5 وحدات من البيتزا، أدي واحدة، أدي التانية، أدي التالتة والرابعة الصغيّرة دي، ودي ال5 في الصينية الكبيرة. هابدأ دلوقتي بقى إن أنا أبدأ إن أنا أدهنهم بالصلصة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده كلّهم. دول كنت حاطاهم على البوتاجاز، والتانية كنت حاطاها على دولاب الرخامة بتاعة دولاب المطبخ، الصينية اللي فاضلة اللي هي دي. وبدأت كده أرُص عليهم التونة الأول على الصلصة. فتحت علبتين التونة وقلّبتهم كويس، وبدأت إن أنا أحط التونة الأول وبعد كده الطماطم والفلفل والبصل، حطيت الخضار كلّه. طبعًا ما كانش عندي جبنة موتزاريلا فحطيت بدالها الجبنة الرومي المبشورة زي ما قُلت لكم. ولو ما كانش عندي جبنة رومي مبشورة عادي أعملها بأي نوع جبنة ما بتفرقش معايا خالص، باعمل البيتزا وبتطلع حلوة. دخّلتها على فرن سخن درجة حرارته عالية. وده كانت شكلها بعد ما طلعت، حطيتها من تحت الأول وبعدين طلّعتها تحت الشواية. عايزة أقول لكم إن هي طالعة حلوة جدًا، وفي نفس الوقت طرية. يعني أنا باحط إيدي كده بامسكها وهاوريكم دلوقتي التسوية بتاعتها من تحت قد إيه التسوية بتاعتها ممتازة جدًا. ما تنشفيهاش من تحت علشان ما تبقاش ناشفة معاكِ. شايفين بقى اللون من تحت عامل إزاي، أول ما تاخد بس اللون اللي هو الدهبي الفاتح ده، باطلّعها على طول تحت الشواية بس الوش بتاعها ياخد لون. لحد هنا خلاص خلص الفيديو بتاعي النهارده، أتمنى يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.